ازيكم عاملين يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو جميل جدا جدا جدا. هقولك هتعملي احلى كبده اسكندراني وب 30 جنيه الربع بس. هتقولي لي ازاي؟ هقولك ايوه والله. تعالي لما اقولك انا عملت ايه وشوفي معايا الفيديو للاخر. بس تنسليش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. ازاي بقى جبتي كبده الربع ب 30 جنيه؟ ايوه ب 30 جنيه والله. جبت ربع كبده فراخ وعملتها زي الكبده الاسكندراني التانية واحلى بكتير، ومش هتقدري تفرقي بينها وبين الكبده التانية. يلا بينا نشوفوا احلى طريقه للكبده الاسكندراني. بصوا بقى، انا جبت كبده الفراخ وطبعا حطيتها في ميه بخل بشويه ملح وسبتها لحد ما نزلت كل الزفاره اللي فيها، وغسلتها كويس جدا 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 وقطعتها حتت صغيره. حطيتها بقى في احلى تتبيله. جبت الكبه، انا كنت مصوره المقطع ده معاكم بس للاسف التليفون حذفه، فانا اقول لكم على اللي انا عملته. جبت الكبه، حطيت قرن فلفل كوبي، حطيت شطه، كمون، كزبره، ملح، شويه خل، نص ليمونه، كل ده. وبعدين ضربته في الكبه وحطيته على الكبده بتاعت الفراخ وسبتها في التلاجة تقريبا لمده ساعه تشرب من التتبيله الجميله دي. وبعد وحطيت بصل باودر وتوم باودر. تمام. بعدين جبت طاسه حطيت فيها الماده الدهنيه زيت، اسيبه يسخن معايا. بعد كده هننزل بيه الكبده اللي معايا. زي ما قلت لكم الكبده الربع ب 30 جنيه هيعمل لك طبق حلو قوي 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 قوي. طبعا يا جماعه الكبده التانية غاليه قوي 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 قوي. حتى الكبده المجمده الربع تقريبا ب 55 او ب 60. طب ما انا اجيب نص كيلو من دي واعملها وهتكفينا والله. انا اليوم ده كنت عاملاها ربع، كنت عامله جنبيه ربع شاورما. جبت برضو البانيه وقطعتها وعملتها شاورما. انا عملت معاكم الفيديو اللي فات كانت شاورما، الفيديو اللي قبل اللي فات. وما رضيتش بقى اعملها معاكم تاني عشان ما تزهقوش مني. الزيت سخن معايا، هنزل بالكبده مش هقلبها، سيبيها لحد ما تاخد لون من تحت وبعد كده قلبيها وسيبيها لحد ما تستوي معاكي خالص. ما تقعديش كل شويه تقلبيها لان الكبده رقيقه جدا جدا جدا. وحتى لما تيجي برضو تنقعيها في الخل يا جماعه ما تسيبوهاش مده طويله علشان الخل بيخليها تتهري. يعني دي حاجات انا طبعا الواحد بيجربها، فاي حاجه انا بجربها لازم اقولها لكم. وكنت بعمل جنب منها بطاطس محمره، بس والله والله طعمها ولونها وكل حاجة فيها ما تفرقش خالص عن الكبدة التانية. بصوا كده خلاص يعني استوت معايا. جبت بقى قرن فلفل، ده فلفل كوبي، ما كانش عندي فلفل حامي او الفلفل العادي بتاعنا البارد. فحطيت قرن من الفلفل الكوبي واقطعه كده حتت صغيره واحطه عليه. ليه بقى؟ علشان انا مش عايزاه يستوي مع الكبده، لا انا عايزه احس بالقرمشه في بقي كده، زي طبعا محلات الكبده مش بيحطوا لك الفلفل بره وانت بقى حطي. يا سلام على الجمال. هتقلبيها تقلبتين هتلاقيها ناشفه او شربت الزيت كله. هاتي زيت وحطي، علشان احنا اليوم ده كنا هناكله طبعا بالعيش، فالصوص بتاعها بيبقى حلو قوي قوي قوي. لو عايزه تعملي مكرونه جنبيها بالصلصه وشويه دقه، خدي بقى انت من الكبده دي وحطي على المكرونه ويا سيدي يا سيدي على الجمال. ولا تقولي لي بقى كبده الفلاح ولا كبده فرج ابو خالد. طبعا اللي من اسكندريه عارفهم طبعا، دول مشهورين جدا جدا عندنا هنا في اسكندريه. بصي بقى حطيت طبعا شويه زيت علشان لما تيجي تغمسي بالعيش تغمسي بالصوص ده. طعمه حلو يا جماعه، ريحتها كانت قلبالي الشقه تحفه. اللي يخش يقول لك انت عامله كبده، انت ايه جايبه ربع كبده غالي قوي كده. طبعا الاسعار بقت فظيعه فظيعه والله العظيم. انا الواحد اصلا ما يعرفش، تقريبا سعر الكبده معدي 400 جنيه او اكتر، ما اعرفش والله لان انا بقالنا فتره طويله الواحد ما بيجيبهاش، فانا مش عارفه سعرها. بس انا اللي شايفاه ان دي اوفر بكتير. دلوقتي بقى احط معاكم احلى واطعم كبده اسكندراني. بصوا الجمال بقى، بصوا شكل الفلفل فيها تحفه تحفه تحفه. اخر حاجه بقى انا عملتها طبعا، بس انا كنت قفلت الفيديو. هتجيبي بقى نص ليمونه كده، او لو انت بتحبي الليمون كتير قوي حطي واحده، لو الليمونه كبيره حطي نص. بما ان الليمون بقى الربع تبع يا جماعه ب 20 جنيه فهتحطي نص غصب عنك وتشيلي النص التاني تحتفظي بيه. ربع الليمون بقى ب 20 جنيه، كيلو 80 جنيه.
مش عارفة في ايه بصراحة، والله ربنا يرحمنا برحمته. ايه رأيكم بقى في طبق الكبدة وجماله وطعمته؟ والله كان في منتهى الجمال. اشوفكم على خير ومع السلامة.